يا مسهل الحال يا رب. حد هنا؟ تعالي يا عم. ايه يا بنتي، هو في هنا حاجه ولا في انزل بس. الله يبارك لك يا بنتي، ربنا يجازيك كل خير. معلش يعني لو فيها رخامه الاقي معاكي دقيقه التليفون محمول، معلش. ماشي. عايز اكلم ابني بس، الله يبارك لك. طب ماشي، مستريح؟ طيب ربنا يجازيك كل خير ويريحك يا بنتي، الله يبارك لك. معلش اصل ابني جابني هنا وقال لي يا بابا 10 دقايق وهاجي، هو بقاله ساعتين دلوقتي وانا قلقان عليه. الرقم بتاعه هتلاقي 010، اسمه احمد. حاضر. هو ده ابنك؟ ايوه يا بنتي، رقمه عندك اهو، تلاقي 010 وبقيه الرقم موجود عندك. هو مفيش هنا رقم. لا هتلاقي الناحيه الثانيه، بس دوري كويس. انا بقول لك مفيش ارقام يا بنتي، بقول لك ده هو عاطيني الورقه وقال لي يا بابا 10 دقايق وهاجي، هو بقاله ساعتين، شوفي كده. هو مكتوب حاجه ثانيه يا عم. مكتوب حاجه ثانيه؟ لا هو الرقم، هو قايل لي كده، ده رقم التليفون بتاعه. ممكن تهدى بس عشان افهمك بالراحه؟ طب قولي يا بنتي، قولي. مش عارفه اقول لك ايه والله. قولي يا بنتي، انت قلقتيني، قولي لي في ايه اللي حصل. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، بس هو كاتب اللي يلاقي الراجل ده يوديه لدار مسنين. دار مسنين؟ الكلام ده حقيقي يا بنتي ولا انت بتعملي فيا حاجه؟ حقيقي شوفي كده. والله. طب بص على الورقه تاني، الله يبارك لك. هو مكتوب فيها كده. هو ده ابنك؟ ايوه يا بنتي، ابني. يعني متاكد ان ده ابنك؟ ده ابنك اللي مديك الورقه دي؟ يا بنتي انا معيش غير الورقه دي، هو عطاهاني، بس هو فعلا كاتب كده دار مسنين. كاتب كده. طب اروح فين يا بنتي؟ انا ماليش حد خالص. طب اترمى في الشارع يعني ولا اعمل ايه؟ طب معلش، طب ممكن تستريح؟ طب بس ريحينا، الله يريح قلبي. طب اعتبرني زي بنتك بس واستريح وهدي اعصابك. طب اهدى اعصابي ايه بعد ما هو عايز يرميني في دار مسنين؟ اللي خلفت، اللي تعبت في تربيته. طب اقعد فين دلوقتي؟ اروح فين يا بنتي؟ انت كنت عايش معاه؟ عايش معاه؟ ده بيت انا، هو اللي عايش معايا انا. طب اقعد دقيقه، هعمل مكالمه واجيلك. طب يا بنتي. بص، انا كلمت مامتي دلوقتي وقالت لي ان هي هتأجر لك اوضه جنبنا واحنا هنعتني بيه. يا بنتي انتوا ما تعرفونيش، هتأجروا لي اوضه يا بنتي؟ يعني معقوله لسه في خير في الزمن ده؟ مش مشكله، انت زي بابايا برضه. الله يكرمك يا بنتي. هتجيبوا منين يعني مصاريفي وحاجتي؟ مش مشكله، ربنا بيرزق. ربنا يصلح حالك يا بنتي. ربنا يجازيكي كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. عايزك تبصي كده هناك، في كاميرا بتصور كل الموقف اللي حصل معاكي ده مش حقيقي. الراجل بجد؟ ده مش كفيف، واحنا بنصور اصلا برنامج. ايه اللي على النضاره كده يا عم؟ ايه ده؟ انت ممثل؟ بصي، ده ممثل معايا في البرنامج. احنا بنعمل تجربه اجتماعيه، بنختبر انسانيتك بس، وانت حد جدع جدا وشام جدا. ربنا يخليك، والله انا مش عارفه اقول ايه، بس هو صعب عليا قوي. طب انا عايز اعرف بقى، انت ما تجاهلتيش الموقف ليه وقررتي انت تاخديه معاكي واللي انت تجيبي له شقه وكده؟ كده ما ينفعش، هو زي والدي وربنا وصى على الاب والام، يعني طبيعي لازم هساعده. لو شفت بابايا في موقف زي ده واتحط في موقف زي ده، طبيعي هساعده. انا مش عارف اقول لك والله، انت يعني شخصيه جدعه جدا. والفيديو ده احنا بنصوره عشان ننزله على الفيسبوك واليوتيوب. موافقه؟ موافقه تمام. مش هقول لك اهو، تعملي باي.